حسبي الله ونعم الوكيل، مولا الخياط هو اللي خسر خيمتي. عرض عليكم قصتي. أنا طفلة عندي 18 سنة تقريبا، متخيمة مع ولد عمي. تقول عنه لا حكم إنه ما راعيش فرصي، مع كنا مسبقين حتى يا غيرني شدني. عاد بين المودة وعاد بين العزوة كامل، يا غير ساعة شدني. هو تخمام يدور لا يترك، يدور لا يترك، يدور لا يترك. ذاك اللي بيننا مضينا تقريبا سنة ولا سنتين. عادوا يخلقوا بين ياسين المشاكل بدي كنا حريصة علي أنا ندور طفيلي، أنا ندور طفيلي، أنا ندور طفيلي. وأنا ماني باخلي شي باش نجيب له تركة. يا غير ما بعد ولا ولا خالك حد يداوي ما جيت، ولا خالك طب ما فحص عنده، ولا خالك حجة ولا تفتف ما قصت له يعطيني دواء باش يداويني. يا غير ما فهم أملك ما مضي أسبوع ولا أسبوعين ما فحصت، يا غير روالي من دون نتيجة. ما بمريزلتها ما بمريزلتها. المهم نحنا عايشين حياتنا طبيعية، معظم مشاكلنا يجوا لا على يبقين ونبقي. يعني نحصلوا تركماجة هو اللي عاد علاقتنا باردة، كنا واحد في راسه. وهو متى مهتم بيا كيف ما كان مهتم بيا من الأول. غير أنا نبقي، أنا ذا اللي عليا نعدلو كامل نعدلو. مضى بقى أسبوع تميتين، مرضت عدت واحدة بيا أنا قذف الليل والنهار وكل شي توجعني ومريضة، وذاك نوع من الأعراض بقى. تميت قاعدة نتذكرت عني أنا دي تقريبا شهرين ما جاتني الدورة. وبيا قررت عني نقيس فارماسي نشري عندها تيست بيبي ولا بيبي تيست. المهم ومشيت وشريت وجبت تيستيت روالي يعني أنا موجوعة. وفرحت حتى بيلي هذا بعد سنتين من خيمتي وأنا ما عندي شي. وقلت عني نقولها راجلي قال ماني قايلتها له بطريقة المسلمين العادية. قلت عني نعدل شي رومانتيك نقولوا فيه خبر حملي وذاك نوع وذاك العشاء قلت عنه قد يصلح لها ويكند. المهم تمينا بعد عاد ويكند قريب تقريبا يوم السبت. سلفنت على صاحبتي قلت لها تليفريني ملح زوينة وتعود كلاس وذاك نوع من رواية بيدي نعدل الحفل شوي كيف ما قلت لكم عني في الدار. وتو مشيت لي ملحفة. هي غير جابت الملحفة روالي عن الملحفة مي مكفوفة. وتشوف ومع ذاك ملي ما مشيت لي معاها وجه. مشيت بدحمي ساعة متواضع ووعد من الخياط اللي مو بعيد من الدار. كنت من الخياط عنده بوتشي قلت له بوتشي قلت تعرفي يعود بيه الدهين ويعود بيه الملاحف ويعود بيه ذا كامل ذاك نوع من الباشي. مشيت قلت وتهيت بقى نشري من عنده بوجي مع ذاك تريكي في ملح وتري بقى يقول انتي بعيون بالشبيبة. وانتي ان شاء الله من تشوفي ما قد شفته ودائما توخي علي اختي نتكلم معاك وزوين عجبت له خويا. انا متخيمة وذن عمرك لما تيجي تقولوا لي يقدروا نقولوا كل شي على هو اللي يزيدوا ذا يقولوا عاد لا يتكلم يطلص من الطير وكل شي وحالي وكل شي يقول. وتو عدتنا لا مقلوب قال لي بس عدت انا اختير نطير برقبته عادي يتكلم تالي من تالي قال يعني جاوب. وتقولي أنتِ ما قُلت له أخويا أنا تبعي متخيّل خايف الواحد ما نبقى عدو ولا مثلًا جاب يداوب في الملح فحصته من تحت إيده وزرته وخلص يتماشى. وتوني عاد يوم الأحد وعيت مع صباح نوصل الغدا وذاك النهار فرحانة ونغني وذا كامل. هو يقول انتي بعد يوم فرحانة ومرة نقوله كلام زوين. وجايتني بقى قصيدتي ذيك اللي يعرف هو يقول انتي اليوم ماني فاهمك وذاك النوع من الروايات وانا لا نضحك وذا كامل. وطرحت العقدة كنا بعد كنا دايما يجي العقدة نكررهم بالدار. قيمت يعني نفتح لهم روالي مول الخياط. صدمت قلت له خويا اخبارك هون. تو قال لي انا ما لقيتك عني لابد دالي اللي ساكنه على يمشي لي تمي تلبتني عرفت البلاصه اللي ساكنه فيها. واليوم يعني مش تقدر عني يجيك. قلت انت عاقل انا ما لقيتك عني متخيمه مع كلامنا ذاك بزقي ذاك جا راجلي قال شنو. وتوف بين يلحقوا لهم رواد الراجل بلو بارد. هو حكم إنه ما شاف وجهه بيدي هو هو صالون على جهة ليلة وحد جاي من الصالون ما يراعي ذي اللي بدهم اسكتوا ما ما يدري نقولكم. تو قال لي درك انتي واقفة مع منو؟ قلت له ولا الخياط ما نعرف اخباره وهيك او كذا. قلت له بعمل اشرح له قال لي شنو؟ قال لي انتقزي قال لي تم ماشي يجيبه. قلت له انتقزي شنو؟ قال لي قلت لك هري قال لي اخي تم ماشي يجيبه. قال لي يجوك مالي رجالة مالي في داري. قلت له رجال قلت له انت عاقل قلت له تفايسي تفهمي راه شنو قال لي ماني فاهمة. تاخذي قال لي اخذي الدار تماشي جيبي من البير ولا من الزقجير. انا قاعد في كلام اللي قال لي صدمتني بعدين دمه عيني خذني جري تالي بدل الخياط قاعد عارضين جبروا من اللي يشقيني منه. وقمت ماشي نجري قايسة بلاصتو حكم اني راسي قاعد
مكشوح عنه ودمعتي سايلة من بجيات. وتوقف لين باص قلت له وهاي جاي يتكلم راجلي وكذاش وكذاش تبع يشرح له نبكي نبكي ذاك. تو قال لي انا قال لي شنو نقول قلت له نقول له الحقيقة قلت له والله اللي جيت بالكوميسارية. قلت له قال لي واش جو هو بقى جو هو واشرح له عن احنا ما بين شو طلع يرد علي المرد اللي رديت انا عليكم واللي ردت هي علي. قلت له خاطر ماشي شكيت انا عنها كثرة مؤمنين وعنها مرد وتوف ظهرها قاع على مرد قاع زادت عن ذلك. عاد قاع ما تريد يتكلم معايا ما تريد يتكلم معايا يتكلم عن عود لكن شي يتكلم على الخير نقعد نتكلم عنه لكن شي يتكلم على الخير ما يسلم علي ما يتكلم معايا ما يطرح له شي ياكل وما ياكل نجيب له شي يشرب وما يشرب نقعد بزر نضحك معاه ولا شي ما يعبرني ولي واخا الدار تلبن وديني يقطع قلبي ما يقبل أبي شي مثل ما عدني توريجيش أنا مثل ما عدني ريجيش وانا يعلم مولانا عن الخياط بين عادات رديتين عليكم يقروا ولا هو مصنف أنا كامل مضيت الشهر تام أنا بالدار صابرت وحكت على جدي وقايل أنا عن راجل وقايل على عيال وذا عاجي ونحاول عن نفهم له مبرر ونحلب له بكل شيء وهو مصنفني وليه بيت قاعد معايا قاعد نهائيا بيت واحد ولا يقعد معايا قاعد بأرض واحدة ويوخى الدار حتى ما يخلي لي باق ده ما يخلي شي يشري بيه شي يسوي شنو كمان أنا صابرت نهار نهار تميت راقدة بقى لقيت إني حسيت بكرشي توجعني 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 عيت خلص روالي متكشي كامل اللي الدم وذا كامل اللي الدم عرفت عن ذا كان عاطيني مولانا نمشي بيه ودخلت في حالة اكتئاب وتميت نبكي 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 بيدي لي سنتين أنا لو الرواية وبعد ما عطاها لي مولانا لين طلع لي مولانا مولي ما ريت الوقت نرد صد على راجلي ونقول له عن نخلق بيه يعني موجوعة والله هذا يروح كدرت علي وقست الطب وتلفنت على والد شو جاتني ذيك سنة يعني عن دارنا هو لا نعرف قاعد نعدل كاين نسمح له نرجع معاه والله أمالي ما نعرف خرص نصحوني باش نعدل ما نعرف